مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم، نحن معكم نستمر في هذه التغطية الإعلامية. اليوم المملكة تحتفي بواحد من رموز الأغنية الوطنية السعودي، الشاعر الكبير إبراهيم خفاجي. في هذه الأثناء، في هذه الدقائق، يسعدنا أن نستضيف واحد من الذين لازموا الشاعر الكبير إبراهيم خفاجي، الكابتن سعيد غراب. سعداء بإتاحة لنا هذه الفرصة وتواجدكم اليوم كابتن سعيد. الله يبارك فيك، شكرا. وهذا واجب علينا احنا، وبعدين هذا تشريف، يعني تشريف لنا انه نحن يعني الله شرفنا انه احنا جينا في يعني حضرنا تكريم الشاعر الكبير ابراهيم خفاجي. وهذا الرجل يعني يكفي فقر انه النشيد الوطني اللي مساء صباحا في التلفزيون مع افتتاحه مع قفل القناه وهو شغال يعني، وهذا خالد يعني. بالاضافه انه له اغاني خالده كثيره يعني الحقيقه، والرجل حبيب يعني بالنسبه. وبعدين كمان يعني الشيء المفرح كمان انه يعني زي ما قال محمد انه هذا يعني هو والدنا كلنا. ومحمد بالنسبه لمحمد انا يعني احنا اصدقاء حتى من الحاره لما كنا في الهنداويه وكنا في العدروس وكنا ايوه يعني تجمعنا شيء كثير يعني. من احنا محمد احنا قد كده يعني صار. نعم. اليوم يعني وهو يحتفى به حقيقة من قبل معالي وزير التربية والتعليم سعادة سمو الأمير فيصل بن عبد الله، ومعالي أيضا وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة، وكذلك نادي مكة الأدبي هنا في أم القرى في مكة، يأتي كخطوة ربما تأتي لتكريم الرموز الذين يعني قدموا أشياء الكثير في المجال الثقافي. أنت ربما لازمت الشاعر الكبير إبراهيم خفاجي، يعني ربما كيف كان يعني تواجدك معه والتحامك معه في فترة من الفترات يعني؟ والله أنا يعني ما كثير، بس إنما الرجل هذا يعني طبعا أنت يعني زي ما قال الفنان العرب محمد عبده، قال إنه إحنا يعني الكلمات هي مغناة أصله قبل لا تلحنها. شايف كيف؟ إنما اللي احتفلوا به وزير الإعلام والأمير فيصل بن عبد الله يعني وزير التربية والتعليم، يكفي إنه الأمير فيصل بن عبد الله انه يعني اتربى في مدرسه ولي الامر. نعم. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. نعم. وهذا يكفي. وبعدين ما نحط في هذا المركز الا من ثقه ملكيه عظيمه. ويعني انا يعني الحقيقه يعني سررت لما وان شاء الله انه التعليم عندنا التعليم التربوي ان شاء الله انه يلاقي نقله جيده الحقيقه. وخاصه انه دحين يعني كان اهتمامه كله الامير فيصل بن عبد الله بالنسبه للانشطه الرياضيه. وانت تعرف انه عندنا دحين احنا يعني السمنه انتشرت في المدارس وكذا وكذا، فالرياضه هي مهمه. يعني لما تشوف اشكال ابنائنا دحين كله البدانه عندهم، ليه؟ لانه بياكل لكن ما في عنده اللي يصرف هذا. وبعدين لا تنسى انه الرياضه هذه يعني هي كنز. حتى الانسان بعد يعني حتى شوف احنا ما شاء الله كثير من اللعيبه بعد ما بطلوا كوره وكذا صحتهم زي ما هي. نعم. لانه يعني اهم شيء الرياضه. نعم. الرياضه الرسول صلى الله عليه وسلم وسع الرياضه. نعم. ولا مو صحيح؟ يعني قبل لا ينشأ الرياضه الرسول قال. نعم. ولا مو صحيح في الحديث حقه؟ وهي تاج على رؤوس الأصحاء. نعم. صحيح. فالمدارس دحين نقول ان شاء الله انه اهم شيء كمان يعني حتى يعني الشيء اللي اعتقده ايوه الامير فيصل بن عبد الله ان شاء الله انه يعني مدارس تكون فيها ساحات كبيره عشان يقدروا يلعبوا مباريات. لانه شوف الماده يعني حتى في اوروبا في الدول المتقدمه الماده الرياضيه مهمه. نعم. لانه يعني اولا الرياضه تنشط، لكن لما تكون انت خامل وكذا تجيك الامراض وتجيك الاسقام وتجيك كذا وتمام، وتنشط الذهن. الرياضه تنشط الذهن، هذا اهم شيء. كابتن سعيد، اليوم اراك جنبا الى جنب يحضر معك هذا ربما هذا الشبل. نعم، من ذاك كما يقولون. ممكن ان نتعرف عليه يعني؟ احمد بن سعيد بن مذكور الغامدي، او كما سمي الوالد بسعيد عقاد من قبل الملك فيصل. نعم. رحمه الله. نعم. وكما يحبه عامة الشعب وعامة الجمهور. نعم. بالكابتن سعيد غراب. نعم. اليوم وأنت تحضر مع الوالد في تكريم واحد من رموز الأغنية الوطنية الشاعر السعودي الكبير، يعني في مناسبة تواجدت فيها يعني شخصيات تواجدوا اليوم، يعني أنت كيف كان الشعور لديك؟ والله الحقيقة أنا أتشرف بوجودي في مكان عظيم، يعني بمناسبة تكريم رجل عظيم. نعم. ومن هذه الناحية أنا أشكر صاحب السمو الملكي
الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز لتكريمه هذا الصرح الكبير. جميل. ويكفي أن هذا الرجل سطر لنا معاني الحب والتقدير للوطن الكبير في خلال كلمات بسيطة وهي سارعي. نعم. ومن الجميل أن نرى حتى النشء الصغار يرددونها سواء في الصباح أو في المساء تعبيرا عن حبهم للوطن الكبير. جميل. وبصراحة أيضا يعني جاء التكريم يعني في وقت مناسب جدا ألا وهو بالاحتفال باليوم الوطني. نعم. فجزا الله يعني من قام على هذا الحفل الكريم نعم خير الجزاء. ومن هذه الناحية أيضا أنا أتشرف وأبارك لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الله. نعم. وأيضا للأسرة المالكة عامة بمناسبة اليوم الوطني وللشعب السعودي أجمع. نعم. هي بادرة غير مستغربة طبعا من القائمين هنا على المملكة العربية السعودية، ألم في خضم ما نشهده من تطور في المملكة